يا اهلا يا صاحبي بكل متابعين قناتنا. النهارده مزيج من الدراما والتشويق اللي مش هتلاقيهم الا عند العبد لله. ما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب، ويلا بينا نبدا الفيلم. يبدا فيلمنا بشاب واسمه بيتر وعنده 27 سنه، وبنفهم انه شغال دكتور نفسي معالج الامراض النفسيه الخاصه بالمتعلقه بالجنس. كان بيعالج الناس اللي عندها عقده نفسيه، وبنشوف بيتر اللي هيبدا جلسه نفسيه مع بنت شكلها جامد شويه، لكن البنت بتعجب جدا ببيتر وما كانتش قادره تسيطر على نفسها، وابتدت كمان ان هي تعمل شويه حركات علشان تغري بيتر، وبتساله لو بيحب يعمل علاقه معاها. لكن بعدها بيتر اداها واحد من كتبه اللي كان بيستخدمها في العلاج، اسمها From Sex to Sex، بمعنى من الجنس للنجاح، وبدأ يعرفها ازاي تتحكم في مشاعرها وازاي تتخطاها وتتقدم في حياتها. وقال لها ان ضد الحاجات المثيرة للشهوة، وانه عمره ما عمل علاقة مع اي واحدة لحد دلوقتي، وده لانه شايف ان الجنس بيعطلنا عن هدفنا في الحياة، وان من غيره نقدر نعيش حياة سعيدة جدا. وفي نهاية اليوم بيرجع بيتر لبيته، وكان موجود فيه اتنين من اصحابه، ريتش وبلوك، والاتنين اصحاب بيتر جدا، لكن كان عكسه جدا تماما في فكرة العلاقة مع الستات، لانهم حابين ان هم يعملوا علاقة باستمرار. بعدها بيروح بيتر ياخد حاجه يشربها، وقال لاصحابه انه مش هيقدر يكمل معاهم، وده لان ميشيل صاحبته عملت حفله وعزمه على الغداء، واكيد مجهز اكل كتير جدا ومختلف، وتقريبا كده بيتر بيحبها. وبيوصل بيتر لبيت ميشيل، وبيقابل كمان تشارلي، وبنكتشف يا صاحبي ان تشارلي هو حبيب ميشيل، لكن دايما مشغول بشغله وبيحب شغله اكتر من اي حاجه تانية. وبنشوف ميشيل وهي عامله اطباق كتير على الغداء، وبيروح بيتر لميشيل وشايف كل الاكل اللي هي مجهزاه، وعجبته جدا كل الاصناف دي، وكمان اقترح على ميشيل انها تفتح مطعم، وميشيل بتعجبها الفكره دي جدا. وبعد الحفله ما تخلص بيتر بيرجع بيته، ولما بيدخل بيتر البيت بيرحب بمامته، وبنعرف ان باباه زعلان جدا منه لان ملوش اي علاقات مع اي بنت، وانه مش بيفكر كمان انه يعمل علاقه مع اي حد. كانت مامته بتحاول تلطف الجو ما بينهم، لكن بابا لسه بيكون زعلان لانه شايف انه شخص غريب جدا من نوعه، وان ده بالنسبه له شيء مش مقبول. ولكن بيتر ابننا لانه عيل جبله مش بيتاثر بالكلام ده. بعدها بيتر بيروح لمكتبه، والمديره بتاعته بتقول له ان الكتاب اللي كاتبه ضد الجنس كتاب بقى مشهور جدا، وكمان جات له دعوه لمقابله في برنامج تلفزيوني مشهور جدا. بعدها بيتر بيروح لبيت ميشيل علشان يبلغها بكل التطورات اللي بتحصل معاه، وانه خلاص هيبقى مشهور. ولما بيوصل لبيت ميشيل بيشوف تشارلي طالع من عندها، بيكون متضايق جدا ومتعصب، فبيسال بيتر عن السبب اللي معصب له الدرجه دي، لكن تشارلي بيبلغه ان هو وميشيل خلاص سابوا بعض، وبيتر عايز يفهم منه السبب ليه. فبيعرفوا ان ميشيل حاسه انه مش مهتم بيها، بالرغم انها عارفه قد ايه انه بيحب شغله وبيحبها برضه، لكن دلوقتي هو انفصل بسبب الشغل. وبعدها بيسيبه وبيمشي. بيتر بيخبط على ميشيل اللي لقاها متضايقه جدا وحزينه، وكمان حاول انه يهديها، لكن هي كانت منهاره في العياط وحضنته، وقالت لبيتر انها قررت انها تعتمد على نفسها، وانها لازم تنجح وتبني مستقبلها بنفسها، وانها اتاثرت بكلامه لما قال لها ان اكلها حلو جدا، وهي من دلوقتي انها تبدا تكافح علشان تكون طباخه شاطره. بيتر بيشجعها على قرارها ده، وميشيل كانت فرحانه جدا بتشجيع بيتر ليها. وفجاه ميشيل قربت له جامد وباسته، لكن علشان بيتر كان ضد انه يعمل اي علاقه مع اي حد فبيتضايق جدا وبيقوم من جنبها، وكان شايف كل ده حاجه غريبه. بعدها بيعتذر لها وبيسيبها بيمشي. ولما بيوصل للبيت بيحس انه متلخبط جدا وحاسس بشعور غريب خالص، وان دماغه بتوجعه ومش عارف سبب اللي بيحصل له، لكن هنكتشف ده مع بعض لما نكمل الفيديو عن السبب اللي مخليه متلخبط بالشكل ده. وتاني يوم الصبح ريتشي ولوك بيروحوا لبيتر وبيصحوه من نومه، وطلبوا منه يروح معاهم النادي علشان يلعبوا مع بعض. وفعلا بيتر بيروح معاهم، واثناء ما هم بيلعبوا فجاه واحد من اللي بيلعبوا معاهم ضرب الكره بالغلط في بيتر تحت الحزام. وقتها بيتر بيقع بيغمى عليه، واصحابه بياخدوه بسرعه المستشفى. ولما بيفوق بيتر بيرجع له الصداع مره تانية، والدكاتره بيعملوا له فحص بالاشعه على دماغه، وكمان بيعملوا له فحص على المنطقه المصابه علشان يطمنوا بعد اصابته في المنطقه دي بالذات. وبيكتشفوا ان حجم اعضائه اصغر من الحجم الطبيعي، وده اللي كان مخلي بيتر انه متحيز ضد الجنس، والسبب اللي مخليه ما عندوش شهوه. وتاني يوم بتظهر نتيجه الاشعه اللي عملها بيتر، والدكتور بيروح لبيتر يبلغه انه عنده ليه اخبار وحشه، وقال له للاسف ان عنده ورم في مخه، وان الورم ده موجود ما عنده من سنه، والورم للاسف اثر على الغده النخاميه عنده، وده السبب اللي خلى اعضائه صغيره ما كبرتش في سن البلوغ. ونتيجه الحجم ده الهرمون عنده الذكوره ما كانش بيفرز بشكل طبيعي، اللي مخلي ما عندهوش اي رغبه خالص. ومن ضمن الاسباب دي كمان ان هو قرر انه يالف كتاب ضد الجنس. بعدها الدكتور قال لبيتر في اسرع وقت لازم يعمل عمليه عشان يستأصل الورم خالص ده من المخ، وبعد العمليه هيقدر يعيش حياه طبيعيه زيه وزي اي بني ادم جدا. وبيتر بيفرح جدا بكلام الدكتور لانه اخيرا هيكون شخص طبيعي، لانه حاسس انه غريب عن كل الناس. وبالفعل تمت العمليه بنجاح، وبابا ومامته واصحابه كلهم كانوا معاه واطمنوا عليه بعد ما طلع من العمليه. بعدها بيتر بيطلع من المستشفى وقعد في بيت بابا ومامته علشان يهتموا بيه لحد ما يتعافى. وكمان بيتر جرب حاجات غريبه، زي مثلا انه كان بيقرا شويه مجلات فيها صور مش ولا ضد عشان يحس باي حاجه، لكن للاسف ما كانش ليها اي تاثير عليه. تاني يوم اصدقاء السوق بيزوروه، وجابوا لهم معاهم كمان واحده صاحبتهم جامده جدا، ده علشان تحل مشكلته الخاصه. والبنت ابتدت انها تغري بيتر، وكمان طلبت منه يدخل معاها في علاقه، لكن بيتر مش بيتاثر خالص ولا كان حتى عنده اي احساس باي حاجه. وتاني يوم الصبح بيصحى بيتر من النوم ونزل من عيلته عشان يفطر معاهم. هم فرحين جدا لما شافوه. في الوقت ده بيتر ابتدى يحس ان هو شاب لسه في اعدادي، وان عنده رغبه زي اي حد، وكلهم بيلاحظوا اللي حصل له كمان، قالوا ايه وفرحانين بيه جدا. بعدها بيتر بيجهز نفسه يطلع من البيت بسرعه عشان كمان يبتدي يعيش حياته. وكان طول ما هو ماشي بيركز مع كل بنت، بقول لك شاب في اعدادي
اعدادي. بعدها بيرجع بيتر مره تانية لبيته، ولما بيوصل بيشوف صاحبه لوك كان على علاقه مع بنت في بيته، وبيتر طلب منهم يمشوا من البيت. وقتها بيتر حس انه في حاجه غريبه جواه، وكمان ابتدى انه يعمل حاجات بيعملوها العيال في اعدادي، واستمر على الحاجات دي كتير علشان يهدي الشهوه عنده شويه. وفي يوم ميشيل بتقابل بيتر بالصدفه، وقالت له انها تشارك في مسابقه طبخ، وانها لو كسبت في المسابقه تقدر تلاقي شغل في مطعم كبير في لوس انجلوس. وقتها حلمها اخيرا اتحقق، وهتكون طباخه شاطره، وبتبلغوا ان عندها تدريب ومش هتكون موجوده في البيت الفتره الصغيره دي. بيتر بيزعل جدا لانه مش هيشوفها الفتره دي، وحضنها وقال له يفتقدها جدا. بعدها بيتر بيروح المكتب بتاعه، وهناك بيقابل واحده من المرضى بتوعه، وفي الوقت ده بيتر بيحس باثاره من كلام البنت معاه، وبيتر بيتضايق جدا من اللي حصل. قرر انه يروح للدكتور وبيساله عن السبب اللي مخليه بالشكل ده، وليه شهوته بقت عاليه جدا. والدكتور بيعرفه ان ده بسبب هرمون الذكوره عنده، لانه ابتدى يتشكل جواه بعد ما كان واقف اديله 15 سنه يا مؤمن، 15 سنه بدون هرمون، انت متخيل؟ وان انتاج الهرمون في جسمه ابتدى متاخر، وكل ده بيحصل في سرعه جسمك، وده معناه دلوقتي انك تقدر تعمل علاقه كامله بنجاح. وبيقول له كمان ان في شويه اثار جانبيه كده، زي مثلا ان صوتك هيتخن وتكون عصبي شويه، هو ممكن يطلع لك شنب او دقن زي الرجال. بعدها الدكتور بيطمنه وقال له ما تخافش، وشويه شويه كل حاجه تبقى تمام. وبعدها بيروح، وكمان بدا يتكلم مع ميشيل من اللابتوب بتاعه علشان عايز يطمن عليها طبعا، وبيسالها عن المسابقه اللي هتشارك فيها. وميشيل بتقول له على كل تفاصيل حياتها، وانها اتعرفت على شخص كويس جدا واقف جنبها في المسابقه وبيساعدها. بيتضايق بيتر جدا بالكلام ده، وبيحس بالغيره عليها. وتاني يوم بيروح بيتر علشان ميعاد المقابله بتاعته، لكن فجاه وهو بيتكلم صوته بيتغير وبيتوتر جدا، وبيعتذر للمذيع انه مش هيقدر يكمل المقابله. وبيتر بيكون متضايق جدا بسبب اللي بيحصل له، وراح لبيت بابا ومامته. وبابا لما شافه متضايق ابتدى يتكلم معاه يطمنه، وقال له كل ده طبيعي لان انت في السن ده المفروض كان حصل لك من زمان من اعدادي. لكنه ما كانش قادر يفهم الوضع اللي هو فيه، وبيتعصب على ابوه وامه ويسيبهم يمشي. ولما بيروح بيتر لبيته بدا يتكلم مع ميشيل مره تانية، وكالعاده ميشيل بيتكلموا عن الشخص اللي معاها وبيدعمها. وبيتر يتضايق جدا من ميشيل ويقفل المكالمه في وشها. وتاني يوم الصبح بيتر بيقابل اصحابه، لان واحد فيهم هيتجوزوا من مراته قرب، وده يوم 22 في الشهر، وانه قرر هو ومراته يحتفلوا بيتجوزهم، وهياخدها ويروح مطعم عشان يحتفلوا هناك. وبعدها يروحوا هما الاثنين الفندق وبيقضوا يوم لذيذ مع بعض، ده بسبب ان اطفالهم هيكونوا في البيت. وبيطلب من بيتر ياخد باله من اولاده، ولكن بعد اصرار جامد يا صاحبي بيوافق بيتر. بعدها بداوا يستمتعوا هما الثلاثه بوقتهم، واليوم بيعدي زي الهوا. في نهايه اليوم بيتر بيحس ان عنده طاقه غريبه وعايز يفضيها، وبيقعد بيتر مع جاره اللي اسمه جوش، بيروح يتسلى معاه كده بيضيع وقت. لكن جوش بيحس ان بيتر مش طبيعي، فبيقول له على موقع في النت ممكن خلاله يتعرف على بنات ويعيش معاها كام يوم. بيتر بيقتنع بكلامه. وفي يوم بيتر كان راجع لبيته، وقف عند باب شقه ميشيل، وشارلي كان جاي لميشيل عشان يعتذر لها ويرجع مره تاني ليها. بيتر قال لتشارلي ان ميشيل مش في البيت، وقال له كمان انه ممكن يسيب الورد معاه، ولما تيجي ميشيل هيقول لها. طبعا تشارلي كان مصدق بيتر، وفعلا ساب له الورد، شكره وسابه ومشى. بعدها بترجع ميشيل من سابقتها، وبيتر راح لها الشقه وقدم لها الورد بتاع تشارلي على اساس ان هو اللي جابه بقى. وميشيل بتفرح جدا بالورد وشكرت بيتر على ده. طبعا بيتر رفض يقول لها الحقيقه. بعدها بيتر بيطلب من ميشيل انهم يخرجوا يتعشوا مع بعض. ميشيل بتوافق على الخروج، وبيفرح بيتر جدا بده لان ده اول ميعاد غرامي ما بينهم. بعدها بيتر بيبدا يستعد للميعاد وهو فرحان جدا، لكن صاحبه ريتش اتصل بيه وطلب منه يجي يقعد مع اولاده زي ما وعده. طبعا بيتر كان ناسي ان النهارده هو يوم 22، بيعتذر له انه مش هيقدر يجي النهارده زي ما وعده لانه عنده ميعاد مهم جدا وهيعزم ميشيل على العشاء. صاحبه بيزعل جدا من بيتر، وكمان بدا يتخانق معاه في التليفون. بعدها صاحبي بنشوف بيتر هو واخد ميشيل لمطعم فخم جدا ومشهور، وميشيل كانت مبسوطه ومبهوره جدا بالمكان، لان انت تقدر تلاقي حجز في المكان دوت امر صعب جدا لانه مطعم مشهور وحجوزاته كتير. وبيتر بدا يتصرف بطريقه غريبه مع ميشيل، وده لانه مش بيتر بتاع زمان، وبدا يتصرف بالطريقه ديت عشان يجذب ميشيل ليه. وقبل ما يتعشوا فجاه بيظهر قدامه ريتشي ومراته، وطبعا كان متضايق جدا من بيتر. وبنكتشف ان الترابيزه اللي قاعدين عليها كانت اصلا محجوزه باسم ريتشي ومراته اللي هو صاحب بيتر اصلا. وللاسف بيتر سرق الحجز منه لانه فكر ان صاحبه مش هيقدر يتصرف في الوقت القصير ده ويشوف حد يراعي اولاده طبعا. وريتشي صاحبه بيتعصب عليه وقال له انه في اخر لحظه طلب من صديقه لوك يجي يقعد مع اولاده اللي وافق. وبتتصدم ميشيل من الموقف وكمان بتسيبه وبتمشي، وبيتر بيجري وراها علشان يعتذر لها، لكنها بتكون متضايقه منه جدا وقالت له ان جالها جواب من شويه من تشارلي وكتب فيها حاجات انه جاب لها ورد وسابه معاك كمان عشان تديهولي، وده معناه ان الورد اللي انت اديتهولي ده مش بتاعك، وان الورد ده كان تشارلي هو اللي جايبه. وفهمته انها مصدومه جدا منه لانه كذب عليها ورفض يعتذر لها. تاني يوم بيروح بيتر لشغله، وكان قاعد مع واحده من المرضى بتوعه اللي بتحكي له عن اسرار حياتها، وقالت له انها نفسها تدخل في علاقه دلوقتي. وطبعا بيتر ابتدى ان هو يستثار، كان مستعد انه يعمل معاها هذا الشيء. ولسه بيتر هيبتدي انه يعمل حاجه، المديره بتاعته بتدخل عليه الاوضه، ولما شافت الوضع ده طلبت منه يجي على مكتبها وفصلته من الشغل يا صاحبي. بيتر بيكون متضايق جدا من اللي حصل لانه كانش عارف يتحكم في التغيير اللي بيحصل له ده. بعدها قرر انه يروح يقابل ابوه، وفعلا بيروح له عشان يطلب منه نصيحه. وابوه بيفهمه ان كل التغيرات اللي بتحصل له دي بتحصل مع كل الرجاله في وقت اسمه وقت البلوغ، لكن كل ده بيحصل له بسبب الهرمونات اللي في النهايه لازم تظهر. وفي النهايه برضه يا صاحبي بيفهمه انه لازم يعترف بغلطه لانه في فرق كبير بين انك تكون راجل بجد وانك تكون عامل نفسك راجل. بيتر كان حزين جدا وقتها، وبيعرف ابوه انه مش عارف يقول ايه في البرزنتيشن بتاعه لانه قلقان جدا بخصوص الموضوع دوت، لكن ابوه بيقول له ما تقولش غير اللي في قلبك. تاني يوم بيتر بيروح
برزنتيشن علشان يتكلم عن الكتاب اللي هو كتبه، لكن بيقول لهم الكتاب بتاعه أسوأ كتاب في الدنيا، وقال انه ما كانش عنده اي خبره عن اي حاجه بقاله 15 سنه، وقال ان المفروض ان احنا ما نكبتش اي شيء جوانا، وقال ان احنا لازم نصرح للناس بهويتنا، وان الرغبه دي شيء مهم جدا لحياتنا ولازم كلنا نستفاد منها. والجمهور ابتدى يتاثر جدا من كلامه وكلهم وقفوا كانوا متحمسين جدا. بعدها بيتر قرر انه يروح لصاحبه ريتش عشان يعتذر له، وفعلا ريتش بيقبل اعتذاره وبيسامحه. ومش بس كده، ريتش ومراته بينصحوا بيتر انه لازم يروح يعتذر كمان لميشيل صاحبته، ويصرح لها على كل التغيرات اللي حصلت معاه ويعترف لها بكل حاجه، وقالوا له قد ايه هو شخص متميز جدا ومحبوب من كل الناس، وانها اكيد هتبقى فرحانه بيك وتحبك. وبيقتنع بيتر بكلامه وبيتحمس جدا وبيروح لصاحبته، وكمان اصحابه بيروحوا معاه. واول ما بيشوف ميشيل بيحكي لها عن كل اللي حصل له، وازاي ان كان عنده ورم في المخ وعمل عمليه وخد هرمونات عشان يرجع راجل تاني طبيعي. وميشيل بتتاثر جدا بكلامه لانه جه صريح معاها جدا وقال لها الحقيقه كامله، وانه كمان وقع في حبها وتشارلي سابها يا صاحبي، فهو دلوقتي هو الوحيد اللي في حياتها. وفي اخر مشهد معانا في الفيلم بنشوف ميشيل وبيتر مع بعض، وان ميشيل كمان بقت حامل، وبيتر كان بيدرس العيال بتوع اعدادي ازاي يتحكموا في مشاعرهم وازاي يستفادوا من مشاعرهم والبلوغ اللي هم فيه. وبابا ومامة بيتر بيدعموه جدا. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيلمنا النهارده. طبعا ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتسمعني رايك في الكومنتات. احنا تعبنا يا صاحبي في الفيديو جامد جدا وعايزين نسمع رايك طبعا، تقول لنا حلو ولا وحش. سلام.